السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلى عبد اللطيف، المشهورة والمنجمة اللي معروفة على السوشيال الميديا. نبهتنا مؤخرا أن المغرب غادي يوقع فيه شي حاجة، وقالت ربما النظام ديال المغرب غادي يتبدل أو ما شابه ذلك من كوارث طبيعية. ولذلك في الآونة الأخيرة شفنا علماء ديالنا يتطاولون على السنة ويتطاولون على القرآن الكريم. منهم الأستاذ محمد الفايد، اللي حاجة اللي ما بغيناش يقولها هو أعطونا واحد القرآن ليتماشى مع هذا الزمن، رغم أن القرآن يتماشى مع جميع الأزمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء تيساندو عصيب اللي تيدافع على الأمازيغية، واللي تيدافع على شي حاجة اللي هي بعيدة عن الإسلام، وتيأيدو حتى هو في المواقف ديالو. وظهرت مجموعة مؤخرا أو قبل سنوات، ظهروا نساء ينادون بتحرير المرأة وإعطائها الحق ديالها أكثر مما تستحق، يعني تضربوا آيات القرآن عرض الحائط، يعني كأن هذا القرآن أو السنة ما جاب ليناش الأحكام اللي خاصنا نمشيو عليها حنا كمسلمين أو كدول مسلمة تتعترف بالإسلام ديالها، ولو تكون ضعيفة ما خاصهاش تتبع دول اليهود والنصارى اللي هما تيخدموا ليلا ونهارا باش يفقروا وباش يطيحوا من الاقتصادات ومن المجتمعات، بصفة أخرى يخليو الشعوب العربية متأخرة. ولهذا من هذا المنبر تنقولوا بأن هذه السنة إلى ما تكون في الشهور المقبلة سيكون حدث مروع في المغرب بهذا الضجة الإسلامية اللي ولينا تنسمعوها. يعني ما عجبناش هادشي وما عجبناش هادشي، غادي يدي على الصداعات وغادي يدي التفرقة ما بين العلماء وما بين الشيوخ وما بين الفقهاء، رغم أن الأمور وصلت إلى أبعد، لأن هاد الناس اللي تيهضروا لهم سمعة في الدول الغربية، يعني في الدول الغربية اللي فيهم العلمانيين، فيهم المسيحيين، فيهم الأرثوذكسيين، يعني فيهم بزاف اللي غادي يتشفوا فينا وغادي يبغيو فعلا مثل هاد المواقف المحرجة للمسلمين.